بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده فيديو جديد هنعرف ازاي نركب سير ساعة كاسيو موديل اي 1000W. موضوع بسيط. اول حاجة هنعوز نركب سوست، تقريبا السوستة دي مقاس 22. هنعرف دلوقتي المقاس بتاعها. نجيب واحدة 22 كده نجربها الاول. لا، هي شكلها هتبقى مقاس 20. هي لا 22 ولا 24. السوست بتاعتها القديمة مصدية، فاضطريت ان انا اكسرها. ادي مقاس 20. تمام، هي مقاس 20. ادي واحد وادي التانية. اول حاجة الحتة اللي فيها الابزيم ديت، اللي فيها حتة الحديدة دي، بتبقى ناحية الايه، ناحية ال12. يعني نيجي كده نحطها كده، ناحية ال12. ازاي؟ اللي هو كده يعني، اللي هو الناحية اللي فوق. تمام، انا قصدي في العقارب بتبقى ناحية ال12 فوق، والرقمية بتبقى اللي هي الايه، ان الساعة فوق يعني. عامة الابزيم بيبقى فوق، غير بقى لو انت عايز تلبسها في ايدك اليمين فبتعكس، خلي السير ده الناحية دي وده الناحية دي. السن هو 22 تمام، بس السن بتاعها طويل شوية. احنا ممكن نشوف حاجة تكون ايه سنها اقصر. دايما ندخل دي حش عشان ايه متفكش. لا بلاش عشان ما نبوظش الظرف. نركب ال22 بس، ال20 يا ربي، بس تكون السن بتاعها ايه، ملهاش سن يعني، اللي هي زي دي كده، سنها صغير. ركبنا اول واحد، نركب التانية. نشوف لها برضو واحدة سنها صغير اهي. اللي يخلي السير بتاع الساعة دي ما يعيش، الناس برضو اللي بترمي ساعتها على الطابلو بتاع العربية، بلاش الحركة دي. عشان ايه؟ بتخلي السير نفسه ينشف ويتقطم بسرعة. وبرضو الناس اللي بتشد الساعة جامد وهي بتلبسها، او هي بتقلعها. تمام، بقيت نعمل ناحيتين كده. بص، لما تيجي تلبس الساعة هي زي اللي في ايدي كده، ما تشدش الجلدة جامد كده وتتعامل بالطريقة دي، لا. لو تسحبها كده لفوق كده احسن.
تمام. لكن الحركة دي ودي ودي كذا مرة كده خلي الجلد تتقطم معاك. تمام. ولو نلاحظ اغلبية الوقت اغلبية بوظان السير بيبقى من الناحية دي بتبقى قليل شوية، اللي هي الجزء التاني اللي في الابزيم ده بيبقى قليل. اغلبيتها بتبقى من مشكلة الابزيم، وبرضه بنفس المشكلة انك بتشد كده بتفضل تشد فبتخلي الجلدة من هنا تتقطع. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو حد محتاج اي نصيحة او اي استفسار انا تحت امركم، والجلدة متوفرة برضو لو حد محتاجها، وتحت شحن ان شاء الله لجميع المحافظات. شكرا على المتابعة، متنسونوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله اي فيديو جديد يوصل لكم. ولو احتجتوني تعرفوا توصلوا للصفحة بكل سهولة. شكرا.